منورنا والله العظيم يا حبيبي. النور نورك يا ست الكل. شكله عريس محترم يا حاج. المهم بقى يا حبيبي، ما قلتلناش انت عندك ايه؟ عندي اخويا اسمه محمد واخت اسمها سميرة. لا يا حبيبي، انا قصدي مش على اخواتك، انا قصدي انت معاك ايه؟ معايا دبلوم صنايع يا عمي. الواد ده بيستعبط يا حاج. اصبري بس يا حاجة، بيقولك الصبر طيب. يا ابني انا قصدي معاك ايه في الدنيا تتأهل بيه؟ بص يا عمي، انا فيا ميزة وفيا عيب، تحب تسمع انهي فيهم الاول؟ خليه يقول لنا الميزة يا حاج. قول لنا يا سيدي الميزة، وبعد كده بقى قول لنا العيب. انا الميزة اللي فيا يا حاج ان انا غني جدا ومعايا فلوس كتير قوي محدش يعرف يعدها، ومعايا فلل وعربيات وشركات وقصور وخدم وحشم وهدوم كتيرة لدرجة مش لاقيين دواليب نحط فيها الهدوم، والأكل ده بقى عندنا كل ما تشتهيه الأنفس. مش قلت لك يا حاج عريس لقطة؟ اه والله يا حاجة شكله فعلا عريس لقطة. خليه يا اخويا يقول لنا بقى على العيب اللي عنده. والله يا حاجة أنا مستغرب، عيب إيه اللي هيداري على المميزات دي كلها؟ ما قلتلناش بقى يا حبيبي إيه هو بقى العيب؟ والله يا عمي، أنا العيب اللي عندي إن أنا كداب وبحب الكذب زي عينيا. فعلا يا حاجة شكله عريس لقطة. انتوا اللي قلتولي أقول الميزة الأول.